سنيدي خلاص ادمن. وحبي القليب وسعينوني ذا. طيب دكتور، يقولون انفلونزا ما هي انفلونزا، كورونا مو بصحيح، مو بصحيح. كورونا دكتور وشلون؟ كورونا مرض معروف منتشر يجي للي عنده ضعف مناعة بكل مكان، يعني ليش يربط بالإبل يعني؟ تشوف ربطه بالإبل خطأ؟ خطأ، ربما في ناس ما يبون انتشار الإبل الكثيرة بالسعودية والجزيرة العربية، فيحاولون يعني انهم يخلون الناس يقللون من تربية الإبل. بصحيح. طيب ورا ما اللي يربون خنازير بأوروبا ما يقال عندهم كورونا؟ لهم انفلونزا الخنازير. طبعا الخنازير، بس ما قالوا وبيدوا الخنازير اللي بالمزارع بأوروبا قائم عليها الاقتصاد. طالبوا بنحر الإبل، انحروا الإبل، مو بصحيح. هذا رمز من رمز الله ذكره بالقرآن وذكره بالجمال، فربطه بكورونا أظنه ربط لك عليه يعني عم يقولون. بعدين أنا وش دخلي بالأمور ذي؟ يعني مو الشاعر العظيم طرفة بن العبد في معلقته حط أكثر من 80 بيت بوصف لناقته، وإني لأمضي الهم عند احتضاره. ابن العبد حط أكثر من 80 بيت معلقته بالراحلة حقته والأصيلة، وإني لأمضي الهم عند احتضاره بمرقال تروح وتغتي. ليت شبابنا لحس شوي بالثورة اللي داخله الحماس يمضيه بحصان أو إبل أصيل بدل ما يفحط بسيارة ويقتله المسلمين. هذا أطيب له يركض. يلا ورنا ركبك على المرقال اللي تروح وتغتدي، ورنا قدرتك على ركب الخيل. هذه هي البطولة والفروسية، وليست بجيب مصنوع باليابان تفحط به وتقلبه وتصدم الناس. أليس كذلك؟ صح ولا نتسدب؟ لا تزعلون علي راعين الجوب الربع والهلكسات، بس هي الحقيقة. يعني خلوكم بالأشياء المهمة اللي العالم حتى اللي يصنعون لنا السيارات تجدهم العصر يتدربون على الخيل، يتدربون على أي شيء. حنا إن شاء الله حاربهم زينا الإبل. والله أنا أشوف بأوروبا عندهم سباق الكلاب بكل زاوية ومراهنات، سباق للكلاب، ويحطون كل 3 شهور أجمل كلب ومسابقة للكلاب الجميلة. يحطون المسابقة ملعب ضخم. سبحان الله، إنه يستكثر علينا المزاين بالإبل، أجمل حيوان وأعظم حيوان يستكثر علينا ونسخر منه. والناس اللي نضرب بهم أمثال يسابقون بجمال الكلاب. واللي يقول عن أسعار الإبل إنها أغلى، روح هناك شوف كم السلوقي المهجن كم سعره ببريطانيا، تصل أسعاره ل100,000 جنيه استرليني كلب. لاحظ يعني كم، حول 500,000 ريال. احنا نستكثر على ناس فيها اللحم وفيها الحليب وفيها الفوائد. هم الآن بلجيكا وفرنسا بدأوا يصنعون أغلى عسكريم من حليب الإبل، لمعرفتهم أن حليب الإبل يحتوي على خميرة الليزوزايم القاتلة للبكتيريا بالأمعاء، ولفائدته ولقلة الدهون فيه. فتربية الإبل عندنا وأسعاره خله يا أخي. بأوروبا تصل الببغاء، طائر الببغاء يصل سعره مبالغ كبيرة بالشرق والغرب، ببغاء طائر. وحتى الصقور شوف أسعارها كم تصل. أنا ما أدري ليش حمر النعم واللي الله أقسم فيها بالقرآن يستكثر عليها السعر لأنه في ناس يكرهون يعني العرب ويكرهون ثقافة العرب، وناس لهم أهواء شعوبية استشراقية، فهم لا شك أنهم يكرهون كل ما يتعلق بالعرب ورياضة العرب، ويسخرون منها ويسخرون منا. حتى بأفلام هوليود لبغوا يسخرون منا جابوا. يجد رئيس دولة كبيرة من دول العالم المتقدم يجي للصحافة ويتكلم عن كلبه، يتكلم عن الجرو حقه وكيف ولد. حنا نفتخر بالحيوان العظيم اللي قاد طرق البخور لأكثر من 4000 عام، وحمل البخور من بلد لم نكن بالغ